السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا كيكه بجوج طبقات او كيكه القدرة قادر، سهله في التحضير وكتجي لذيذه بزاف. غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه اخواتي، عندي كاس ديال سنيده ما عمرش، غادي نديرو في المقله ونديرو على نار مهيله باش يذوب يولي كراميل. من بعد ما السكر ولا مكرمل معانا غادي نحركو شويه بالمعلقه. من بعد ما السكر داب معانا غادي نوضعوه في المول اللي غادي ندخلوه في الفران. وهنايا باش نحضروا الطبقه الاولى عندي هنا شويه ديال الملحه، عندي هنايا 3 د البيضات، وساشي ديال لافاني، قشور حامضه محكوكه، هنايا غادي نضيف 3 معالق ديال سكر سنيده. صافي من بعد ما خلطت السكر والبيض مزيان غادي نضيف هنايا نص لتر ديال الحليب سخنته شويه. كنضيف الطبقه الاولى على الكراميل وغادي ندخلوها للفران باش تطيب في الحمام المائي. هنايا كنضيف الماء يكون مغلي باش هكا دغيا الطبقه الاولى كطيب. من بعد غادي نسخن شويه الحليب اللي غادي نحضر به الطبقه الثانيه. عندي هنا شويه ديال الملحه، غادي نضيف 3 ديال البيضات، غادي نضيف ساشي ديال لافاني و3 د المعالق ديال السكر حبيبات. من بعد كنضيف نص كاس ديال الزيت، غادي نخلط مزيان البيض مع السكر والزيت وغادي نضيف الحليب اللي سخنته.
هنايا عندي كاس ونص ديال الفورس، عندي 15 غرام ديال خميره الحلويات، غادي نضيف الدقيق تدريجيا حتى نحصل على العجين اللي بغيت. هنايا معلقه كبيره ديال الكاكاو المور، غادي نخلط ونضيف الدقيق تدريجيا. هنا ضفت نص معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان، غادي نضيف الدقيق اللي عندي كامل. هنايا كان عندي كاس ونص ديال الدقيق، من بعد ما طابت الطبقه الاولى او طبقه الفلون جمدات يعني صافي طابت، غادي نضيفو الطبقه الثانيه. كنضيف الخليط اللي عندنا كامل ديال العجين او الكيك، كنضيفو كامل من الفوق صافي. غادي ندخلوها باش طيب. غادي ندخلها للفران باش تكمل الطياب ديالها. ومن بعد ما خرجتها من الفران خليتها ليله كامله في الثلاجه. غادي نحاول نحيد الجوانب باش طريه، نحيدها من المول. صافي زينتها من الفوق بشويه ديال الشكلاط مقطعه كما هكا. وهذه هي الكيكه ديالنا، كتجي لذيذه بزاف ورائعه وسهله في التحضير. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الرضا ديالكم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.